احنا دلوقتي في عصر الذكاء الاصطناعي، وكلنا بنبص على الذكاء الاصطناعي من بره وشايفين ان هو حاجه مبهره وقويه وكبيره جدا. بس في حاجه خطر قوي واحنا مش واخدين بالنا منها، وهو ان الذكاء الاصطناعي بيعتمد على علم اسمه الماشين ليرنينج او تعلم الاله. علم الماشين ليرنينج او تعلم الاله هو العلم الرئيسي اللي بيحرك الذكاء الاصطناعي، وهو اللي اتبنى عليه الذكاء الاصطناعي. وهتلاقي ان كل حاجه دلوقتي من انت بتستخدمها، من الشركات الضخمه والكبيره، من اول فيسبوك لنتفليكس لامازون لنون، لاي حاجه انت بتتعامل معاها بشكل يومي، من منصات التواصل الاجتماعي لكل البيزنس، بتستخدم تعلم الآلة عشان خاطر تقدر ان هي توصل لك حاجة معينة وتستفيد منك بشكل معين. المشكلة بقى ان احنا حرفيا ما عندناش ماشين ليرنينج انجينيرز، ما عندناش ناس متخصصين في علوم الآلة بشكل كافي ان هم يقدروا يواجهوا موجة كبيرة جدا من الشركات الكبيرة الضخمة اللي بتستخدم هذا العلم ضدنا. احنا شايفين دايما ان احنا المفروض نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كمستخدمين، ازاي نستخدمه، ازاي يساعدنا في شغلنا، ازاي يحركنا لقدام، ومعانا كل الكلام ده كويس جدا ومفيد جدا. الا ان احنا النهارده لما نيجي نبص او نشوف حاجة زي تعلم الآلة ونبقى احنا بنعدي عليها مر الكرام ومش شايفين اهمية علم زي وخطورته في ان هو يقدر يساعد الدول في ان هي تبقى في حتة تانية، يقدر يساعد الشركات ان هي تتحكم في الناس وتتحكم في توجهاتهم والاسلوب الشراء بتاعهم ودرجة انتباههم. يعني فيسبوك بيحاول يزود درجة انتباهك، وكل منصات التواصل الاجتماعي دي بتحاول تزود درجة انتباهك عليها. الشركات بتحاول تستخدم ماشين ليرنينج عشان تبيع لك اكتر وتوصل لك وتعرف عنك معلومات اكتر. فكون ان احنا النهارده في هذا العصر من التقدم الرهيب المستخدم المعتمد على الذكاء الاصطناعي، واحنا ما عندناش ماشين ليرنينج انجينيرز او مهندسو تعلم الآلة بشكل كافي، فهو حاجة خطر جدا. ويعتبر النهاردة الماشين ليرنينج انجينيرز او مهندسو تعلم الآلة يعتبر عليهم طلب ضخم جدا. وللاسف احنا في الدول بتاعتنا مش واخدين بالنا من اهميه مجال زي بالقدر الكافي، وان احنا لازم نكون من اوائل الناس في الكلام احنا بنحاول ننشر وعي كبير جدا عن الذكاء الاصطناعي على قدر الاستطاعه، سواء على اليوتيوب او في حتت تانية او في هنا. وبنحاول كمان عاملين كورس كامل عن الماشين ليرنينج، وبيعلمك الموضوع من اول تعلم الآلة لحد اللارج لانجويج مودلز اللي زي تشات جي بي تي وغيرها، وازاي انك تستخدمها وتتحكم فيها وتتعامل معاها وتقدر انك تبني التطبيقات بتاعتك. بس الاهم من ان احنا ازاي نستخدم التكنولوجيات دي ونبقى اقوياء فيها، وعندنا انجينيرز اقوياء يساعدونا في ان احنا نقدر نواجه اللي بيعملوا او المد بتاع الشركات الضخمة والشركات الكبيرة اللي بتتحكم في عقولنا وتفكيرنا واسلوبنا في الشراء والبيهيفيرز بتاعتنا وسلوكياتنا اليومية. اصبحت سلوكياتنا اليومية النهاردة وكل حاجة احنا بنتعامل فيها هي بيتم التحكم فيها من قبل الذكاء الاصطناعي. فلو انت على الاقل مش هتخش تبقى ماشين ليرنينج انجينير، فلازم تبقى فاهم كل الكلام وواعي بالقدر الكافي. علم الماشين ليرنينج او علم تعلم الآلة هو من اهم العلوم اللي لازم اي حد يكون عنده فكرة عنها حتى لو قشور، ولازم ناس كتير تخش في ما هو تعلم الآلة. يعني في فترة من الفترات كنا المفروض نقول البرمجة والبروجرامينج هو اهم حاجة ولازم كلنا نتعلم بروجرامينج، بس النهارده انا بقول ان الماشين ليرنينج او تعلم الآلة هو اهم علم لازم نتعلمه في هذا العصر.